انا كنت بستغرب قوي من آية ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لاني انا مش فاهمة معنى ازاي ربنا يصلي على النبي. يعني حتى لو هي ليها معنى تاني غير الصلاة بتاعتنا، برضو ازاي ربنا عز وجل هيصلي على النبي؟ وبرضو ان احنا لما بنيجي نصلي على النبي ربنا بيصلي علينا 10. طب ازاي؟ انا مش فاهمة يعني ايه كلمة ربنا يصلي علينا 10 وازاي ربنا عز وجل هيصلي على النبي؟ فالاجابة طلعت ان الصلاة هنا معناها الدعاء والرحمة. يعني ان الله وملائكته يصلون على النبي معناها ان ربنا بيبعث رحمته للنبي صلى الله عليه وسلم، بيبعث له رحمات، الرحمات بتاعت ربنا اللي هي مغفرة ورفع درجات في الجنة. والملائكة لما بتصلي على سيدنا محمد معناها ان هي بتدعي لسيدنا محمد، يبقى صلاة ربنا هي المغفرة والرحمة، وصلاة الملائكة هي الدعاء للعبد او لسيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. طب دلوقتي وانا لما باجي اصلي على النبي ربنا بيصلي عليا 10 ازاي؟ يعني انت دلوقتي صليت على النبي مرة، ربنا صلى عليك 10، يعني رحمك وغفر لك 10. صليت 100 ربنا يصلي عليك ب1000. صليت 1000 ربنا هيصلي عليك ب10,000. مش معقولة ال10,000 رحمة ومغفرة تبقى في الآخرة بس، لأ دي كمان هتبقى في الدنيا، وهتلاقي مفعولها في الدنيا، هتلاقي التوفيق والرزق جالك، هتلاقي الشر والأمور الصعبة اللي كانت جايالك ربنا زحها عنك. إذا فربنا بيغفر لك ذنوبك من الصلاة على النبي. فالصلاة على النبي عظيمة جدا وفوائدها كتير. انت دلوقتي قررت تحط الصلاة على النبي هي ذكر في يومك وكتير، يبقى انت هنا شملت لنفسك ان ربنا يرحمك في الدنيا وفي الاخرة ويرفعك درجات، وشملت لنفسك مغفرة كبيرة قوي. يعني حتى لو علماء كانوا بيشوفوا فضل الاستغفار ولا فضل الصلاة على النبي، الصلاة على النبي بترحمك وبتغفر لك يعني اشمل، لكن الاستغفار بيستغفر لك ذنوبك بس. فايه الاجمل دلوقتي من اني الاقي حاجه تغفر لي ذنوبي وتيسر لي اموري ترفعني درجات في الجنه؟ فالصلاه على النبي اشمل. وزي ما قلنا بمعنى كلمه الصلاه اللي هي الدعاء، يعني مش لازم تقول اللي هو الذكر اللهم صل على سيدنا محمد، ممكن برضو تدعي للنبي. احنا خلاص بقى عرفنا ان الصلاه هي الدعاء، دعاء من العبد والملائكه، لكن رحمه ومغفره من الله عز وجل. فاتمسكوا بالصلاه على النبي واتمسكوا بالدعاء ليه. كل ما هتدعوا له كل ما ربنا هيغفر لكم، كل ما ربنا هيرحمكم ويبعت لكم رحمات. فاعتقد ان انت دلوقتي حبيت جدا الصلاة على النبي وهتصلي عليه على طول.